دقت منذ لحظات تمام الساعة 8 صباحا باستوديو إذاعة الجزائر من الوادي، ولم غير عرض إخباري من قسم الأخبار في تقديمه الزميل العيد عقاب. صباح النور العيد. صباح الخير عاشور، أسعد الله صباحكم سيدتي سادتي، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. يشرف صباح اليوم وللواد السعيد خروف على افتتاح الدورة التكوينية فيفري 2024 من مركز التكوين المهني المجاهد بشير حميمة البنات سابقا بالواد. وبالمناسبة كشف المكلف بالإعلام بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية الواد عبد القادر ميسا أن القطاع خصص 2274 عرضا تكوينيا لهذه الدورة، وقد تم تسجيل 1671 راغبا في التكوين، أدمج منهم عبر المنصة الرقمية 1578. هذه السنة تم عرض ما يقارب 2274 عرض تكويني، حيث سجلنا لحد نهار اليوم 1691 مسجل، تم إدماج منهم 1578 على مستوى المنصة الرقمية. للتذكير أن في هذه السنة عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية الواد قفزة نوعية فيما يخص رقمنة القطاع، بحيث تم خلال هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس الماضي اعتماد أحد ابتكارات واختراعات أحد الزملاء من ولاية الواد، وهو الأستاذ زعبي سيف الدين، باعتماد منصة رقمية سميت دروسي تخص جميع أنماط وأجهزة التكوين المهني. كذلك راح نشوفوا في هذا المعرض ابتكار لأحد أبنائنا لنوادي الإبداع والابتكار، ومتمثلة في بطاقة المتربص اللي تم اختراعها للحد من الغيابات. كما راح تكون عندنا عدة اختراعات أخرى راح نكتشفوها في هذا المعرض الذي سيقام على هامش الحفل. للتذكير أن قطاع التكوين المهني بولاية الواد يضم 19 مؤسسة، منها معهدين وطنيين مخصصين للتكوين المهني ببلدية الواد وبلدية حسين عبد الكريم، وكذلك 13 مركزا و4 ملاحق، وكذلك عندنا 5 مؤسسات تكوينية للقطاع الخاص. نهاية العرض الإخباري، إلى اللقاء. لمزيد من الأخبار وأهم البرامج تابعوا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الوادي.